فيلمنا بيبدأ وبنرجع بالزمن وبنشوف فيه إلسا وهي بتلعب مع أختها أنا بالتلج، وبيدخل عليهم باباهم وبيحكي ليهم حكاية قديمة جدا حصلت معاه وهو طفل غيرت حياته كلها. بيقول لهم إن كان في غابة مسحورة في أرض الشمال عايش عليها شعب بيتحكموا في قوة الطبيعة اللي هم الهواء والمية والنار والأرض. لكن جد إلسا والد باباهم وقتها كان ملك مدينة إيرلندل بيعمل معاهدة صداقة مع الشعب ده وبيبني ليهم سد علشان يخزنوا فيه المية بتاعتهم علشان يعبر ليهم عن حبه. ووقت ما كان الشعبين بيحتفلوا ببناء السد بيحصل ما بينهم للأسف معركة من غير سبب وما بيكونش حد عارف مين اللي بدأها، وده السر الخطير اللي هنعرفه قدام. وأثناء المعركة بيقع جد آنا وإلسا وبيموتوا، وساعتها العناصر الأربعة بتغضب عليهم وبتنزل عليهم صخور لحد ما بتصيب والد آنا وإلسا وبيغمى عليه، وساعتها بيظهر حد وبينقذه باستخدام السحر. ولكن فجأة بيسمع صوت غريب اللي بيبقى مش معروف ايه مصدر الصوت ده، وبيكون بداية حاجة محدش فيهم كان يتخيلها. المهم بعدها بيظهر ضباب شديد على الغابة والعناصر بتمنع دخول أو خروج أي حد من الغابة. وبنرجع تاني لإلسا وآنا وبيخلص والدهم الحكاية وبيقول لهم إنه صحى بعدها ولقى نفسه في المدينة، ومن ساعتها وهو حكم المدينة بعد والده، وبيفهمهم إن قوة الغابة المسحورة مش هتفضل نايمة وإن لازم يجي يوم وهتصحى تاني، علشان كده لازم يستعدوا يحمي مدينتهم من أي خطر. بس يا ترى هتقدر إلسا وأنا يواجهوا الخطر اللي جاي ويوقفوه؟ ده اللي هنعرفه. وبنرجع للحاضر وبنشوف إلسا اللي كانت بتفتكر الكلام ده لما كانت صغيرة، وبيجي واحد من الحراس وبيناديها، ولكن فجأة تسمع إلسا الصوت الغريب اللي كان والدها بيسمعه. فبتسأل الحارس إذا كان سمع الصوت ده، فبيقولها إنه ما سمعش حاجة وبكده مفيش حد بيسمعه غيرها. وبالليل بتقعد إلسا مع أختها آنا وكمان كريستوف وبيلعبوا لعبة الأفلام، وأثناء ما هما بيلعبوا بتسمع إلسا الصوت مرة تانية فبتتوتر وبتسيبهم وبتمشي بسرعة. وقتها آنا بتقلق على أختها وبتكون مش فاهمة ليه هي متغيرة، وساعتها بيحاول كريستوف يعرض عليها الجواز وبيكون جايب ليها خاتم ولسه هيتقدم لها، لكن آنا ما بتكونش شايفاه وبتخبطه بالغلط فبيقع منه الخاتم. ولما بيجي يلحقه آنا بتسيبه وبتمشي علشان تطمن على أختها. وبنرجع لأوضة إلسا وبتلاقيها متضايقة فبتسألها ايه اللي مضايقها كده، فبتكذب عليها إلسا وبتقولها انها كويسة وما بتقولهاش اي حاجة على الصوت اللي بتسمعه. ولما بتيجي تنام بتسمع الصوت تاني، وقتها بتتبع الصوت ده علشان تعرف مصدره ايه، فبتخرج وبتلاقي قدامها نور غريب وبتفضل تجري وراه لحد ما بيختفي. فبتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتتفاجئ لما بتعرف ان الصوت ده تبع الغابة المسحورة والعناصر الأربعة. وساعتها الدنيا بتتقلب حواليها وفجأة بتختفي المية من المدينة وبتيجي عاصفة شديدة جدا وبتسحب كل أهل القرية وبتبدأ الأرض تتحرك وبتخرج الناس من المدينة. وبتحكي إلسا لآنا إنها بتسمع صوت تبع الغابة المسحورة وإن الغابة صحيت مرة تانية زي ما والدهم كان محذرهم وهم صغيرين. وأثناء كلامه بتيجي الكائنات الغريبة اللي عالجت آنا وهي صغيرة، وبيسأل الزعيم إلسا إذا كانت مستعدة تواجه العناصر الأربعة وتعرف الغابة المسحورة صحيت ليه وتكشف سر الماضي اللي محدش يعرف لحد دلوقتي هو ايه، وليه الحرب قامت زمان. فبتقرر انها تدخل الغابة المسحورة وتعرف مصدر الصوت ده وتدور على حقيقة اللي حصل في الماضي. لكن للأسف هي ما كانتش عارفة ان اللي بتعمله ده هيدخلها في اخطر مكان ممكن تدخله في حياتها. المهم ما أنا بتقولها انها تروح معاها هي وكريستوف ومش هتسيبها لوحدها، فبتطلب إلسا من الزعيم انه يخلي باله من اهل مدينتها في غيابها. وبعدها بيركبوا العربية بتاعة كريستوف وبيمشوا طريقهم للغابة، وبيحاول كريستوف يعرض على آنا مرة تانية الجواز ولكنها بتكلمه عن الغابة المحظورة وايه اللي ممكن يقابلهم هناك. ولما بيجي يقول لها على طلبه فجأة بتسمع إلسا الصوت الغريب تاني، فبتطلب من كريستوف انه يوقف العربية بسرعة وبتمشي اتجاه الصوت لحد ما بتلاقي ضباب كتير جدا وبتفهم انها وصلت للغابة المسحورة. ولما أولاف بيحاول
بيدخل الغابة، لكن الغابة بتحدفه بره لأن الغابة مش بتدخل حد. وقتها بتستخدم إلسا سحرها وبتكشف الغبار اللي على الغابة، وساعتها بتظهر تماثيل حجرية لعناصر الطبيعة الأربعة، وبيفتكروا كلام والدهم عن قوة عناصر الطبيعة، لكن الغابة بتحبسهم جواها. ولما بيشوفوا الغابة من جوه بينبهروا بجمالها، وأنا بتستغرب لما بتشوف السد اللي بناها جدها الملك شعب الغابة. وبيقرب كريستوف من أنا وبيستغل إنهم لوحدهم وبيحاول يتقدم ليها مرة تانية، ولكن برضو أنا بتفهم كلامه غلط وبتفتكر إن إلسا لوحدها، فبتقلق على أختها إلسا وبتسيبه وبتروح تدور عليها. ولما بتلاقيها فجأة بيجي إعصاره وبياخدهم، وبتحاول إلسا إنها تنقذهم وبتستخدم سحرها وفعلا بتخرج أنا وكريستوف وبتحاول تتغلب على الإعصار. ساعتها بيظهر ذكريات قديمة لأحداث حصلت في الغابة دي زمان، وبتشوف إلسا تماثيل ثلجية وبيعرفها أولاف إن المية ليها ذاكرة، وعلشان كده ذكريات الماضي اتشكلت على شكل تماثيل من المية للأحداث اللي حصلت. فبيقتنعوا بكلام أولاف، وبتكتشف إلسا تمثال لوالدها وهو صغير ومعاه الست اللي أنقذته لما فقد الوعي. وفجأة الدنيا حواليهم بتقلب وبيسمعوا صوت غريب، وبيظهر شعب الغابة المسحورة، وبيتصدم حراس المدينة اللي اتحبسوا في الغابة من زمان. ولما بيجوا يهجموا على إلسا واللي معاها بتوقفهم إلسا وبتستخدم سحرها علشان تمنعهم. تستغرب قائدة شعب الغابة المسحور وكمان قائد الحرس، فبيدخل أولاف وبيبدأ يحكي لهم الحكاية من أول ما إلسا وأنا وهم صغيرين لحد إيه اللي خلاهم يجوا هنا، وده بسبب صوت غريب استدعى إلسا علشان تحرر الغابة. وبينصدم قائد الحرس لما بيعرف إن إلسا وأنا ولاد الأمير الصغير اللي بقى ملك إيرلند. وفجأة بيظهر كائن صغير وبيحرق الغابة وبيولع في كل الشجر، فبتستخدم إلسا قوتها علشان تطفي النار. وساعتها بتسمع الصوت من تاني وبتتفاجئ إن السحلية كمان سمعته وإنها عارفة مصدر الصوت، فبتروح إلسا مع السحلية علشان تعرف مصدره إيه. وأنا طبعا بتكون خايفة على أختها جدا، لكن إلسا بتهديها وبتغطيها بالشال بتاع والدتهم. وقتها بياخد باله واحد من سكان الغابة وبيقول لإلسا إن الشال ده يخص شعبهم، فبتستغرب إلسا وبتروح هي واختها وأولاف لتمثال التلج بتاع والدهم من تاني، وبيكتشفوا إن والدتهم هي اللي أنقذت والدهم وهو صغير، وإنها أصلا من سكان الغابة، علشان كده ورثت قدراتها وبقى عندها قوة سحرية. وبيحتفلوا سكان الغابة بإلسا علشان هي طلعت واحدة منهم. وبعدها بتقعد إلسا مع واحدة من شعب الغابة وبتقول لها إن في 4 عناصر للطبيعة، ولكن في عنصر خامس بيتحكم في كل العناصر دي، وإن الصوت اللي هي بتسمعه ده يبقى صوته. وفجأة بيحصل هزة أرضية وبيظهر عمالقة، وبيقول لهم إن أكيد العمالقة دول عرفوا بوجودهم في الغابة، فبيقرروا كلهم إنهم يتحركوا ناحية الشمال علشان يروحوا لمصدر الصوت. وبتسأل أنا على كريستوف، فبيعرفها أولاف إنه دخل الغابة مع واحد من القبيلة، فبتتضايق أنا جدا والكاميرا بتاخدنا لكريستوف اللي بيكون مع واحد من الشعب الغابة علشان يطلب إيد أنا بطريقة رومانسية. ولما بيشوف خيال حد جاي من بعيد بيفتكرها أنا وبيعرض عليها الجواز، ولكنه بيتفاجئ لما بتطلع قائدة شعب الغابة وبتقوله إن حبيبته أنا مشيت مع أختها إلسا ناحية الشمال. وفي الوقت ده توصل إلسا وأختها لمنطقة مهجورة وبيلاحظوا حاجة غريبة، ولما بيقربوا بيكتشفوا إنها السفينة اللي بابا ومامتها غرقوا فيها، وبيدوروا على أي حاجة تفهمهم اللي حصل معاهم زمان. فبتكتشف أنا الرسالة اللي والدتها كتبتها، وبتبقى كاتبة فيها إنهم لقوا مصدر قوة إلسا. وبعدها بيلاقوا خريطة وبيكتشفوا إن مصدر قوة إلسا موجود في البحر الأسود. فبتفتكر إن كلام أولاف لما قال إن المية ليها ذاكرة، وبتستخدم إلسا قوتها وبتحول المية اللي موجودة على السفينة لتماثيل ثلجية على هيئة باباها ومامتها علشان تفهم اللي حصل. وقرروا يروحوا للبحر الأسود علشان يكتشفوا طريقة يقللوا بيها قوة إلسا، لأن في الوقت ده قوتها كانت كبيرة وممكن تهدد حياة الناس. ولما إلسا بتحس بالذنب أنا بتواسيها وبتقولها إن ملهاش أي ذنب في اللي حصل، وإن هي الوحيدة اللي تقدر تحرر الغابة المسحورة من اللعنة. فبتقول إلسا الآن إنها هتروح للبحر ده وإنها لازم تروح لوحدها علشان ما تعرضش حياة أنا للخطر. فبترفض أنا وبتقول لها إن أي حد بيقرب من حدود البحر ده بيغرق، علشان كده مش هتسيبها لوحدها. فبتتأثر إلسا وتحضنها، وفجأة بتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل مركب صغيرة وبتركبهم
بتحبسهم فيها وبتبعدهم عنها. وشوية بتوصل إلسا لمكان البحر وبتستخدم سحرها علشان تعدي النهر، لكن بتكون قوة الموج أكبر منها والبحر بيعمل أمواج عالية جدا علشان يمنع إلسا من إنها تعدي. وفجأة بيظهر حصان سحري في المية بيمنع أي حد يعدي البحر وبيحاول يغرقها، فبتحاول تهرب منه. فبتستخدم إلسا قوتها وبتعمل حبل من الجليد وبتركب فوق الحصان علشان تحاول تروضه، وفعلا بتنجح وبتجري بالحصان فوق المية لحد ما بتوصل لكهف وبتسمع صوت اللي كانت بتسمعه. فبتفهم ان الكهف ده هو مصدر الصوت اللي بتدور عليه، وبتدخل إلسا الكهف وبتكتشف ان العنصر الخامس ده هو التلج، وان هو اقوى قوة في القوة السحرية الاربعة، وان ده العنصر اللي بيربط بينها وبينهم كلهم. وبتنصدم لما بتعرف ان الصوت ده اللي كانت بتسمعه هو صوت والدتها، وبتشوف كل ذكريات طفولتها مع باباها ومامتها. وقتها بتشوف ذكريات جدها الملك اللي بنى سد الشعب الغابة المسحورة، وبتكتشف ان جدها هو السبب في الحرب اللي بين الشعبين، لانه كان قلقان من ان شعب الغابة يستخدم السحر وان قوتهم تبقى اكبر من قوته. ووقتها بنى السد علشان يحاصر الشعب. وبتمشي إلسا ورا جدها علشان تعرف اكتر عن اللي حصل زمان، وبتنزل لمكان مظلم في القاعة وبتعرف ان جدها سبب كل ده. لكن بتبدأ إلسا تتجمد بالكامل وسحرها بيروح، ولكن قبل ما تتجمد تماما بتستخدم سحرها وبتبعت لاختها رسالة فيها كل اللي اكتشفته. وبنرجع لآنا وأولاف في كهف العمالقة، وبتعرف عن طريق النور ان جدها كان بيحاول يقتل قائد شعب الغابة، وبتفهم ان السد ان جدها هو اللي بناه. فبتقرر آنا انها تدمر السد ده وتحرر الغابة من اللعنة، ولكن أولاف بيسيح. وساعتها آنا بتفهم ان إلسا في خطر، وبيتلاشى أولاف وبتخرج آنا من الكهف وهي حزينة، وبتروح تدمر السد بسرعة وبتستفز العمالقة علشان يجروا وراها علشان تخليهم يدمروا السد. تجري آنا لاتجاه السد، فبيجي كريستوف على آخر لحظة وبينقذها. ولما بتوصل بتلاقي الحراس واقفين علشان يحموا حدود السد علشان يمنعوا العمالقة من انهم يدمروه. وبيقول لها قائد الحرس ان جدها الملك امرهم يحموا السد بأي تمن. فبتعرفوا آنا ان جدها هو اللي خان شعب الغابة وانه هو اللي كان السبب في الحرب، علشان كده لازم تدمر السد ده علشان تحرر الغابة من اللعنة. بيوافق قائد الحرس ان السد يتدمر، وبيساعدها انه يلفت انتباه العمالقة. تجري آنا على السد، فبيحدف العمالقة الصخور على السد وفعلا بيتدمر كله. وللأسف آنا بتقع، لكن بيلحقها قائد الجيش وكريستوفا على آخر لحظة. وبيظهر في السماء العنصر الخامس اللي هو التلج، وعلشان كده بتتحرر إلسا بعد ما كانت متجمدة وبتقع في المية وبينقذها الحصان المائي. ومن الناحية التانية بتبدأ الأمواج اللي كان حاجزها السد تتجه ناحية إيرلندل، ولكن بتيجي إلسا وهي راكبة الحصان وبتستخدم سحرها وبتبعد المية عن المدينة على آخر لحظة. وبيفرح شعبها علشان إلسا أنقذت المدينة، وأخيرا بتتفك لعنة الغابة المسحورة وبينتهي الضباب اللي كان عليها، وبيتحدوا شعب الغابة مع شعب المدينة مرة تانية. وبتكتشف آنا إن أختها إلسا لسه عايشة لما بتشوفها راكبة على الحصان وبتمشي على المية وبتوصل للشاطئ وبتفرح جدا وبتحضنها. وبيروح ليهم كريستوف وبيفرح لما بيعرف ان إلسا رجعت تاني ليهم، وكمان إلسا بترجع أولاف مرة تانية. واخيرا بيقدر كريستوف انه يعرض على آنا الجواز، وبتفرح آنا جدا وبتوافق وبترجع الحياة تاني المدينة. وبنشوف ان آنا بقت هي الملك لان إلسا بتتخلى عن الحكم ليها، وبتعيش في الغابة المسحورة علشان تحميها. وبتبعت آنا لأختها إلسا رسالة علشان يتقابلوا مع بعض زي كل مرة. ومجرد ما بتقرأ إلسا الرسالة بتاخد حصانها وبتجري على أختها. ورغم إن إلسا عايشة في الغابة المسحورة وآنا في المدينة مع كريستوف وأولاف، إلا إن الأختين دول مهما بعدت ما بينهم المسافات دايما بيرجعوا لبعض. وهنا الفيلم بيقولك مش مهم الخطر اللي هتواجهه في الحياة، المهم مين واقف جنبك وقت ما هتواجه الخطر. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص أفلام، وتوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وتكتب لنا في كومنت بتتفرج على الفيديو من أي بلد. أشوفكم في الفيديو الجديد.